تخيل انك قاعد في امان الله بتتفرج على التلفزيون او سايق عربيتك او حتى بتقرا كتاب، وفجأة من غير اي مقدمات قلبك يبدأ يدق بسرعة مرعبة، كأن في حد بيسحب الهواء من المكان. ايدك تبدأ تنمل والدنيا تلف من حواليك. في اللحظة دي بيسيطر عليك صوت ان انت بتموت بالبطيء. تروح تكشف فالدكتور يقولك فحوصاتك زي الفل، ما عندكش اي مشكلة عضوية. بتبقى مش مصدق ومحتار، لان الوجع والخوف اللي انت حسيت بيهم واللي حسسوك بقرب النهاية كانوا حقيقيين جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حياتك تستاهل. النهاردة هنفتح ملف من اكتر التجارب اللي بتمر على الانسان، رعب وقسوة، نوبات الهلع. هنفكك الرعب ده حتة حتة عشان نفهم جسمنا وعقلنا بيعملوا فينا ايه بالظبط، ونقدر ان احنا نطمن. خلينا في الاول كده نتفق على قاعدة طبية، ان لو دي اول مرة تحس باعراض قوية في صدرك لازم تتأكد طبيا ان مفيش مشكلة عضوية. لكن بمجرد ما الدكتور يطمنك انك عضويا سليم ولقيت الاعراض دي بتتكرر، يبقى احنا هنا في احتمالية كبيرة ان احنا قدام نوبة هلع. نوبة الهلع باختصار شديد هي انذار كاذب جوه دماغك في منطقة صغيرة اسمها اللوزة الدماغية، واللوزة الدماغية وظيفتها انها تحميك من الخطر. وعشان تتخيل معايا، تخيل انك سايق عربية من الموديلات الحديثة اللي فيها نظام فرامل طوارئ تلقائي عشان يمنع الحوادث. انت ماشي على الطريق السريع والدنيا امان جدا، فجأة كيس بلاستيك خفيف كده طار في الهواء قدام الكاميرا بتاعة العربية. حساسات العربية لقطت الحركة واعتبرت ان الكيس ده صخرة كبيرة، فراحت ضربة فرامل طوارئ بأقصى قوة وانت على سرعة عالية. الرعب والخضة وضربات قلبك اللي بتنط من مكانها والعربية بتقف فجأة، هو ده بالظبط إحساس نوبة الهلع. نظام الحماية شغال بس الحساسات بلغت في رد الفعل. دماغك بيقرر ان في كارثة فيبدأ يغرق جسمك بهرمون الأدرينالين، ولأن جسمك مستعد يواجه الكارثة فتبدأ تتنفس بسرعة جدا وبشكل سطحي. التنفس السريع ده يقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون في دمك، وده بالظبط التفسير العلمي للدوخة وتنميل الأطراف والإحساس ان انت هيغمى عليك. يعني الأعراض المرعبة دي مش علامة انك بتموت، دي مجرد نتيجة فسيولوجية لسرعة تنفسك. جسمك ما كانش بيحاول ان هو يقتلك ولا حاجة، هو بيحاول يحميك بس في الوقت الغلط. مدرسة العلاج المعرفي السلوكي بتشرح لنا الفخ اللي بنقع فيه. المشكلة بتبدأ لما العقل بيفسر الأعراض دي بشكل كارثي، يقوم قلبنا ينبض بسرعة، فنقول لنفسنا خلاص أنا هيجيلي جلطة، قلبي هيقف. التفسير ده في حد ذاته يقوم مخوفك أكتر، فالمخ يعتبر إن الخوف ده دليل على وجود خطر حقيقي فيضخ أدرينالين أكتر، فالأعراض تزيد، فندخل في دايرة مغلقة ومخيفة نسميها الخوف من الخوف. وساعات زي ما مدرسة علاج الصدمات النفسية بتعلمنا، نوبة الهلع ما بتكونش مجرد تفاعل كيميائي، لا دي بتكون رسالة من جرح قديم، صدمة ما حصلهاش تعافي، فقد ما تجاوزناهوش، أو ضغط نفسي متراكم بقاله سنين، وكأن جسمك بيقولك احنا شلنا كتير ومحتاجين نفضي الأحمال دي. الجميل والمبهر إن علم النفس الإسلامي سبق العالم كله في فهم الحالة دي. من أكتر من 1000 سنة العالم والطبيب المسلم أبو زيد البلخي فرق بوضوح بين الخوف الطبيعي اللي ليه سبب قدامك والخوف اللي بيهجم فجأة من غير أي سبب ظاهر، وكتب إن الإنسان لازم يجهز أفكار مضادة يرد بيها على الأفكار المرعبة دي وقت هجومها. في ديننا الخوف مش عيب ومفيش تعارض بينه وما بين قوة إيمانك. ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. اليقين مش معناه إنك ما تخافش أبدا، اليقين إنك أنت ما تخليش الخوف هو اللي يسوق حياتك ويوقفك. جملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب مش مجرد كلمات بنرددها، دي حالة من السكون البيولوجي والنفسي لما الجهاز العصبي بيلاقي مرسى آمن يطمن فيه فتهدى ضربات قلبه. طيب اعمل ايه عمليا لحظة ما النوبة تهجم عليا؟ 1. بلاش تعاند الموجة. مدرسة القبول والالتزام، لو نزلت البحر وكانت الموجة عالية، لو انت وقفت قصادها وواجهتها بصدرك هتكسرك، لكن لو سبت جسمك وعمت معاها هتعدي من تحتك بسلام. نوبة الهلع كده، ما تقولش لازم اوقفها حالا، قول لنفسك انا خايف دلوقتي، بس الخوف ده مش معناه ان في خطر، دول شوية ادرينالين وهياخدوا وقتهم وهيمشوا. تاني خطوة، سمي النوبة عشان تقدر انك انت تحجمها. قول بصوت مسموع دي نوبة هلع، ده انذار كاذب، انا ما بموتش ولا حاجة. بلاش تقعد تمسك الموبايل وتدور على اعراض الامراض الخطيرة، لان ده بيأكد لعقلك ان في كارثة. طيب تالت خطوة، ما تركزش على انك انت تاخد نفس عميق، ركز انك تطلع الهواء اللي هو الزفير ببطء شديد جدا. الزفير الطويل بيشغل العصب الحائي، وده بمثابة الفرامل الطبيعية اللي بتهدي ضربات قلبك فورا. الخطوة الرابعة، رجع نفسك للحاضر عشان تقدر تخرج من سجن الافكار المرعبة اللي جوه دماغك. بص حواليك وسمي 5 حاجات انت شايفهم، 4
4 حاجات انت قادر تلمسهم بايدك، 3 اصوات انت سامعهم، وحاجتين قادر انك انت تشمهم. ده بيرجع عقلك للحظه الحاليه وبيطفي جهاز الانذار. الخطوه ال5، بلاش تهرب لو النوبه جات لك لاي مكان، بلاش تتجنب المكان ده. بعد كده المواجهه التدريجيه هي اللي بتعلم دماغك ان المكان امان وانه مفيش خطر. اهم تطمين عايزك تبروزه في وعيك ان نوبه الهلع لازم انها تنتهي. جسمك بيولوجيا ما يقدرش يفضل يضخ ادرينالين بلا توقف. النوبه بتوصل لقمتها وبعدين بتنزل وتهدى لوحدها. محدش بيموت من نوبه هلع. لو النوبات دي بتعطلك عن حياتك وبقيت عايش خايف من الخوف نفسه، اطلب مساعده متخصص. العلاج موجود وفعال جدا، ومفيش اي مبرر انك تعيش اسير لانذار كاذب. في الكومنتات قول لي ايه اكتر فكره مرعبه بتيجي في دماغك اول ما تحس باعراض النوبه. شارك، لان مجرد الكلام بيطمن الناس انها مش لوحدها. افتكر دايما فهمك لنفسك هو اول خطوه لطريق التعافي، وحياتك تستاهل. اشوفكم على خير. سلام.